السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم استاد كورة. هنسمع دلوقتي الكابتن شبانة بيقول خبر إن في احتمال تأجيل مباراة الزمالك ونهضة بركان. الكلام ده قاله الكابتن محمد شبانة. نسمع دلوقتي التفاصيل مع الكابتن محمد شبانة على موضوع تأجيل الزمالك ونهضة بركان بسبب نادي اتحاد العاصمة. نسمع شبانة يقول ونرجع تاني لحضراتكم. هديكوا خبر اكسكلوسيف. وعلى فكره اكسكلوسيف دي زمان لما كانت تتحط في الصحافه زمان دي حاجه قنبله. دلوقتي بيحطوها على الفراخ يقول لك الطبقه الاكسكلوسيف وال... اه والله يقول لك اللي ما يعرفش العكاوي بايه اكله اكسكلوسيف. الاكله دي كده يعني فبقت كلمه هفق. زمان لما كنا في الصحافه نحط الختم كده اكسكلوسيف معناه فيه بقى بومايه هتقرا حاجه خطيره جدا. فانا عندي خبر اكسكلوسيف بس من بتوع الفراخ مش من بتوع الصحافه زمان، ان ماتش الزمالك ونهضه بركان هيتاجل. اللي ميعاده الحد الجاي ده هيتاجل. على فكره مش انا اللي بقول، ده نادي اتحاد العاصمه اللي بيقول. اتحاد العاصمه في الازمه اللي دخل مع نهضه بركان فيها، طبعا اتحاد العاصمه خسر الماتشين باللي اعتبروه منسحب. الماتش اللي على ارضه بسبب التيشيرت اللي هو اصر انه ما يلعبش بيه نهضه بركان اللي عليه الخريطه بتاعه المغرب، والماتش التاني راحوا وكل حاجه لكن ما نزلوش الملعب. فاعتبر الكاف خسران هنا 3 وخسران هنا 3 وخلصنا. لا، ده الاتحاد العاصمه عن طريق الاتحاد الجزائري ذهبوا للمحكمه الرياضيه وبعد تحذير للاتحاد الافريقي. طلب اتحاد الجزائر من خلال محامي ارنو كونستانت اسمه كده ايقافا مؤقتا للمباراه النهائيه اللي هي بين الزمالك ونهضه بركان حتى تتمكن محكمه التحكيم الرياضيه من تقديم استنتاجاتها في القضايا المختلفه بين الكاف واتحاد العاصمه في الجزائر ونهضه بركان. وقدم ملف بيقول للتحكيم من المحكمه الرياضيه، وفي رسائل الكترونيه بين اتحاد الكوره الجزائري وبين لجنه المسابقات اسمه عماد شنوده بتاع الكاف. الرسائل دي بتقول ان الاتحاد الافريقي وافق على القمصان او الفانيلات اللي اداها لهم اتحاد العاصمه يلعب بقى نهضه بركان. اتحاد العاصمه لما لقى الخريطه، وطبعا ده كانت مشكله، قام عامل على طول تيشيرتات شبه بالظبط بتاعه نهضه بركان واداها لهم، بعتها للفريق رفضوا ياخدوها. قال لك لا مش هلعب غير بتيشيرتات وشالوا من عليها الخريطه. فقال لك انا عندي بريد الكتروني ورسائل بتقول ان الاتحاد الافريقي موافق على ان يرتدي نهضه بركان الفانيلات اللي احنا عملناها لهم في الجزائر. فمنين وافق ومنين انا منسحب ومنين كذا؟ فقال لك لا استنى يا نجم، اجل الماتش لما نعمل ايه، نشوف المحكمه الرياضيه هتقول ايه. لكن طبعا الاتحاد الافريقي لن يقبل هذا الطلب. انما ممكن يحصل حاجه في المستقبل ما اعرفش، يعني ممكن فجاه يعني فرقه تلعب الزمالك ياخد البطوله، وما اعتقدش حتى لو المحكمه الرياضيه تعمل حاجه على الاقل هتغرم الاتحاد الافريقي، ممكن تشيل اي عقوبات على اتحاد العاصمه. لكن مستحيل تعيد تاني بعد ما الفرقه تكسب الكاس، يعني تعيد تاني البطوله، ده مستحيل يعني اكيد. ورجعنا لكم تاني. وطبعا حضراتكم بعد ما سمعتوا كلام الكابتن شبانة في موضوع تأجيل مباراة الزمالك ونهضة بركان، طبعا الكلام ده مش معقول هيكون يعني صحيح، يعني لأن طبعا هو اتحاد العاصمة اتدخل دلوقتي عشان بيقول ان هو طبعا كان في تيشيرتات هو عاملها لنادي نهضة بركان، لأن في مشكلة بسبب تيشيرتات نهضة بركان عليها خريطة المغرب، ان في هناك يعني اقليم يعني او ارض بيتخانقوا عليها المغرب والجزائر. فكل ده بيقول دي تبعي على الخريطة وده بيقول تبعي. فطبعا المشكلة دلوقتي لما اتحاد العاصمة لقى الفريق المغرب لابس الخريطة، التيشيرت عليه الخريطة، رفض انه يلعب المباراة وعمل لهم تيشيرتات تانية يلعبوا بيها المباراة، واخد اذن الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي طبعا وافق، لكن نادي نهضة بركان مرضيش. فطبعا فضل اصر ان هو يلعب بنفس التيشيرت، فطبعا اتحاد العاصمة انسحب مرضيش يلعب.
فالمباراة التانية برضو في المغرب، برضو اتحاد العاصمة مرضيش يلعب برضو وانسحب من المباراة، واتحسبت المباراة ان هو خسران ب3 اهداف. فطبعا الكلام ده قالوا شبانة، لسه مفيش تأكيد ان المباراة تتأجل ولا لأ. اكيد طبعا الاتحاد الافريقي مش هياخد بالكلام دوت، والمباراة طبعا تتلعب، واللي هيكسب كان الزمالك ولا البركان هو اللي هيكسب البطولة. بس فاتحاد العاصمة بيعمل كده طبعا عشان خاطر ما يتعملش عليه اي غرامات او ايقاف. لكن المباراة هتتلعب في ميعادها ومفيش تأجيل أصلا. بس الكلام ده قاله الكابتن شبانة، وقلنا نسمعه لحضراتكم. يا ريت بعد ما سمعتوا تقولوا لنا تعليقكم على كلام الكابتن شبانة وتشتركوا في القناة.